شلون اربط الانترنت مال طابعة برادر بالتليفون، او شلون اربط التليفون بالطابعة حتى اقدر اسحب صورة من التليفون، اسحبها صورة بالتليفون، اسحبها من الطابعة. فهذا الفيديو راح يشرح شلون اربط شبكة الانترنت مال البرادر، اربط شبكة الانترنت مال الطابعة بالتليفون، او اربط الانترنت مال التليفون بالطابعة. شاهد الفيديو للاخير حتى ان شاء الله توصلكم المعلومة. انت مشتري طابعة برادر جديدة، هذه البلك تشكله بالكهرباء. هاي خطوة خطوة راح نجي خطوة خطوة. شكل راح تشتغل هاي الشاشة هنا، راح تشتغل تمام. فانت شو تسوي هسه؟ انتو شفتوا الفيديو السابق من فتحتها من الباكيت وطلعت بالباكيت اكو احبار، فهنا مكان الاحبار راح يعطوك علبة وردية تضيفها بالخانة الوردية وتقبغ زين. شوف القبغ مالتها شلون، هيك يجي تقبغ زين. والعلبة الزرقاء، والزرقاء بالخانة الزرقاء، والصفرة همين بالخانة الصفرة، والسوداء. طبعا على فكرة العلبة كلها درتها، ورا ما تخلص وتقبغهن زين تقبغها لما تسمع هاي الطقة تقبغها. بعدين تعوفها 10 دقايق، يلا ترجع لها 10 دقايق تمام. ورا ما عفتها 10 دقايق هسه اريد اربط الطابعة بالجهاز هذا اللي بايدي حتى اقدر اسحب صورة من هذا الجهاز. هذا جهازي مثلا بيه صورة اريد اسحبها عن طريق الطابعة. فش اسوي؟ قبل كل شي لازم شو تسوي؟ تروح على متجر بلاي اللي هو هذا تمام. فش تسوي؟ تروح عليه وتنزل برنامج اللي هو خاص للطابعة، طابعة برادر. فالبرنامج اللي تنزله اللي هو هذا برادر اي برينتر، هذا لازم تنزله تمام. فاحنا راح ننزله هسه. شو تسوي هسه؟ تنطي فتح، بعدين تعطي سماح، تنزل 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 لما توصل آخر القائمة، تضغط على يس. بعدين تدوس هذا الاختيارات، هذا الاختيار تدوسه. بعدين تدوس هذا الاختيار. قبل ما وقتك خلوا بالكم يمي، ننتظر شوية. هسه شو تسوي؟ ندوس على هاي السودة شفتوها، ها هي خلص. هسه احنا ها هي خلص. كل هذا اللي تسوي هاي ما عليك ببيانها، بيانها من العملاء وما ادري شنو، هاي ما عليك بيها. زين عيني، هاي ما عليكم بيها خلاص. احنا بعد ها هي بعد نزل. هسه ايش راح نسوي؟ نطلع من البرنامج. ها هي راح يطلع لك هيك كتابة نورمال 100% واحد حتى يكون واضح عليكم الشاشة. هاي هنا دا يقول لك يعني الألوان اللي انت خليتها زينة. الخطوة الثانية ندوس على هذا مكتوب واي فاي، ندوس عليها. بعدين ندوس اوكي. ننتبه ان نور، طبعا هذا راح يطلع لك هنا، أنا طلع لي نور اسم الشبكة مالتي. ما عليكم بهالكتابة راح تلاحظ اسم شبكتك. هساني ليش طلع لي نور؟ لأنه اسم شبكتي نور، شبكة الانترنت، الخط اللي جارته مسجلته باسمي نور. هسه انت او انتي مثلا بعد هالخطوة راح تلاحظون يطلع لكم اسم الشبكة مالتكم، فهنا انت تدوس اوكي. بعد ما تدوس اوكي شوف شو راح يطلع لك، سهم منا وسهم منا. هي بس هاي الخطوة مزعجة. الشبكة مالتكم مو بيها رقم سري او باسورد او مثلا بيها،
مثل هذا اللي راح اخليه بالشاشة. هسه شوف هذا اللي بالشاشة، هذا الرمز او الرقم السري مالت الشبكة مالتي. فشون راح اكتبه هنا؟ او بس هذا ازعاج. اني شوف الان شو راح ادوس هذا السهم لحد اظل ادوس لحد لما يطلع لي ان. هذا الان. هسه هذا الان شو اسوي؟ اوكي. هسه يجي وراه رقم 1، اظل ادوس. هسه تقول هاي ماكو غير طريقة؟ اي لان هو ماكو كيبورد وهذه الطابعة، تضطر تظل هيك تدوس لحد لما يطلع لي رقم 1. طبعا اني باعه، هاي طلع لي رقم 1. اي هسه ادوس اوكي. هسه اعبر على الورا، اظل ادوس لحد لما يطلع لي رقم 2. اظل اضغط لحد دا اضغط هنا على هذا السهم، اظل اضغط. طبعا اصبعي لانه اخلي احبار فايديها شوية مخربطة. لا وصلت رقم 4، ارجع. اي هسه هاي 2. اوكي. حتى اعبر على الورا ارجع على هذا السهم الفوق، اضغط 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 لحد لما اوصل رقم 3. شوفوا اني ليش ما قاعدة اسرع الفيديو؟ اريد حتى خطوة بخطوة تشوفون. هسه هاي 3، ادوس اوكي حتى اعبر على الورا. ماكو غير هاي الطريقة للأسف، لأنه هذه الطابعة ما بيها ما حاطينا أرقام يعني مثل باقي الطابعات. لحد لما أوصل رقم هاي 4 راح أدوس أوكي حتى أعبر على الورا وأرجع. أظل أدوس. هسه راح أوصل حد، لا خل أرجع. وين أنا وصلت لها؟ أي 5. هاي لو أنزل لو أصعد هيك يعني. أضغط أوكي. اللي بعده 1. إزعاج، هم المفروض مخلين كيبورد، يعني مخلين بصفة كيبورد. هو هذا الإزعاج بالطابعة. بس الحلو بالموضوع أن هاي الفقرة تسويها مرة واحدة، بعدين ها هي. خلنا نرجع رقم 1. هسه أطيء أوكي. يعني هاي مو دائما كل ما تستنسخ تجي تسوي هاي الفقرة، لا هاي مرة واحدة وها هي. بعد هي تكنك على تليفونك، بس تشغل الطابعة وتسحب. هسه اوصل لحد رقم 1، اظل ادوس على هذا السهم لحد لما اوصل رقم 1. اعطي اوكي وارجع. هسه كتبت الرقم السري اللي هو مال الانترنت مالتي الخط. اقول اوكي. شوفوا دست اوكي. بعد ادوس مرة ثانية، بعدين مرة ثانية اوكي. ادوس السهم الفوق اوكي. ها هي كونكتد. كنك من تطلع لك هاي الكتابة يعني كنك. ها هي تنتظر شوية. احنا نزلنا البرنامج وهسه ها هي. دوس اوكي. هاي من تطلع لك هذا الاختيار فايند نتورك. ها هي خلص كنكت. تعوفها شوية. هسه بعدين تجي على هذا الاختيار تدوسه. ايش راح يطلع لك؟ راح يرجع يطلع لك، تطلع لك هاي الكتابة. حتى اذا انت ما تعرف تقرا انجليزي او ما تعرف، احفظ شكلها اللي هي 100% نورمال 01. ها هي خلص. هسه ها هي الطابعة كنكت على جهاز التليفون، والتليفون كنك على الطابعة. بس هيك الخطوة. ها هي. هسه الفيديو اللي بعده راح انزله، راح اشرح شلون اسحب صورة عندي بالتليفون، اسحبها عن طريق الطابعة، وشلون همين اتحكم بحجم الصورة. بس اللي هنا ها هي، لأنه موضوعنا اليوم هو بس شلون اكنك الطابعة على التليفون. وإن شاء الله استفادتوا من هذا الفيديو.